شايف التصميم ده؟ ببساطة النهاردة أنا جاي أشرح لك كل حاجة عن التصميم ده، إزاي يتنفذ من البداية وخطوة بخطوة بكل تفاصيله. بس لحظة قبل البداية لازم أفكرك إن أنت تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاي. ويلا بينا. قبل ما نبدأ الشغل العملي طبعا لازم نكون مجهزين كل العناصر بتاعتنا اللي هنستخدمها في التصميم، بداية من الألوان واللوجوهات وصور اللاعبين والفونتات. كل شيء لازم يكون جاهز قبل ما نبدأ في التصميم. وقبل ما نبدأ برضو عشان احنا معانا تصميم واحنا هننفذ نفس التصميم تاني او هنعمل التصميم ده من اول وجديد، فلازم نبص الاول على التصميم ونحلله. لما تكون عاوز تشتغل تصميم انت شفته وعجبك وعاوز تنفذ نفس التصميم ده، في البداية لازم تبص على الريفرنس اللي معاك وتحلله نقطة بنقطة وتشوف التصميم ده اتعمل ازاي. فلو بصينا في التصميم بتاعنا النهاردة هنبتدي من الباك جراوند، هنلاقي ان الباك جراوند مستخدمين فيها لونين من الوان البراند بتاع مانشستر سيتي، الدرجه الفاتحه من اللون السيان والدرجه الغامقه من اللون الازرق، وفي تاثير جرين على الباك جراوند. نجي بعد كده نلاحظ ان في شيب ابيض اللي محطوط عليه صور اللاعبين ومحطوط عليه التكست، والشيب الابيض ده ماخد ميل بشكل معين. بعد كده صور اللعيبه مش محطوطه كده والسلام، لا، صور اللاعبين متوزعين بشكل منظم، مستخدمين 4 صفوف، كل صف فيه 3 لاعبين ما عدا الصف الأخير فيه 2 لعيبة. بعد كده حاطين لعيبة الاحتياطي معانا في التشكيل. كده احنا حللنا التصميم بتاعنا عامة. وبعد كده هنلاقي ان اللوجوهات موجودة عندنا في الجزء الشمال ده من تحت، وفي لوجو الراعي محطوط في الجزء اليمين فوق، وكلمة ستارتنج محطوطة هنا في الجزء ده على الشمال. والتصميم كله يعتبر ماخد نفس زاوية الميل اللي واخدها الشيب الابيض ده، وده بيدي لك احساس ان في حركة في التصميم. التصميم مش ثابت، مش ستاندر، لا، في حركة. في تفصيلة صغيرة لو بصينا عليها، لو لاحظت رياكشنات اللعيبة اللي احنا مستخدمينها في التصميم هتلاقي ان كل لاعب متصور برياكشن مختلف. المصمم استخدم برضو التفصيلة الصغيرة دي عشان يدي لكل لاعب شخصية مختلفة عن التاني. برضو التصميم هيبقى في أبسط تفاصيله. التصميم مش ممل، التصميم فيه اختلاف وفيه كونتراست في كل حاجة، وكل لاعب من دول اداله شخصيته واداله اختلافه عن بقية اللاعب. فدي تفصيلة بصراحة هحيي المصمم عليها. وكفاية كلام لحد هنا ونجي للجزء العملي ونبتدي شغل. فأول حاجة هنعملها بالكيبورد كنترول زائد حرف الان عشان نفتح المقاس اللي احنا هنشتغل عليه. والنهارده هنشتغل على مقاس 1080 في 1350، ريزوليوشن 72، والكالر مود بتاعنا RGB، وهدوس كرييت. كده احنا فتحنا المقاس اللي احنا هنشتغل عليه. واول حاجه انا بحب اعملها ان انا احط جايدات لنفسي عشان اعرف السيف اريا بتاعتي في التصميم. فمن قائمه فيو جايدز نيو جايد لاي اوت، وهخلي المارجن في كل الاتجاهات 70 بكسل، هدوس اوكي. بعد كده هنقفل او نعمل لوك للجايدز عشان ما تتحركش معانا. جايدز لوك جايدز. كده احنا فتحنا المقاس بتاعنا، حطينا الجايدات بتاعتنا. اول حاجه هنبتدي نفكر فيها بقى الباك جراوند اللي احنا شفناه. احنا مستخدمين درجتين لون من درجات الوان البراند بتاع نادي مانشستر سيتي. احنا ما جبناش الوان من بره، او المصمم اللي اشتغل برضه التصميم ما جابش الوان من بره. فاحنا معانا درجتين الالوان دول هم اللي هنكون منهم الباك جراوند. والباك جراوند لاحظنا ان هي محطوط عليها افكت بس او فلتر او تاثير جرين خفيف بس. ده كل الباك جراوند اللي هي تحت الشيب الابيض. فاول حاجه هنعملها احنا هنعمل الباك جراوند دي، فهنجيب درجتين اللون دول ونشتغل بيهم الباك جراوند. اول حاجه هعملها ان انا هروح افتح سوليد كولر وهبك اللون الفاتح درجه السيان الفاتحه دي، وهخفي دوكتي الالوان. فدي اول حاجه عملناها، ان انا عملت الخلفيه باللون السيان ده. بعد كده هفتح نيو لاير وهبك الدرجه الغامقه اللون اللي معايا وهخفيهم تاني، وهجيب البرش السوفت وهكبر السايز. فكل اللي كان موجود في التصميم هو تدرج بين الدرجه الفاتحه والدرجه الغامقه من اللون، مفيش اي حاجه تاني، وتاثير الجرين بس. فالباك جراوند دي انت وزوجك ممكن تعملها بألف طريقه وألف شكل، مفيش اي مشاكل ان انت تعمل بيهم. والباك جراوند اللي عندنا هتبقى يعتبر جزء كبير منها مش ظاهر اساسا تحت الشيب الابيض. فاحنا هنعمل التدرج بين اللونين دول
ان انا هجيب البرش وكليكايه هنا وهنزل وانا ضاغط على شيفت وكليكايه تاني كده انا عملت خط يعتبر مستقيم من الدرجه الغامقه. ممكن كمان تاني ان انا اغمق الركن ده وكمان الكورنر. بس كده لا، هحول اللاير ده الى سمارت اوبجكت. بعد كده هروح من فلتر بلور جاوزيان بلور، هنزود البلور بتاعها الطريقه اللي انت شايفها مناسبه. بعد الخطوه دي انت لو حابب ان انت تعمل اي حاجه في الباك جراوند بتاعتك، عاوز تعمل التدرج ده باي شكل تاني، مثلا ممكن نعمله عن طريق الجريدينت. فنروح نفتح الجريدينت ونختار الدرجه الغامقه ونختار الدرجه الفاتحه. كده ناحيه فيها الدرجه الغامقه وناحيه فيها الدرجه الفاتحه، تمام. وممكن كمان نكرر، انا ناخد بالالت نسخه من الدرجه الفاتحه ونسخه من الدرجه الغامقه. كده احنا عملنا تدرج بين اللون الفاتح واللون الغامق. وممكن نغير الزاويه هنا ونخليها 0 عشان يبقى بالطول، وهدوس اوكي. كده برضو انت عملت تدرج بين الدرجه الغامقه والدرجه الفاتحه. في الباك جراوند ان انت تستخدم درجتين اللون دول باي شكل انت تحبه، دي براحتك انت، تمام. بعد كده هنجي للجزء المهم، نشوف الشكل الابيض او الشيب الابيض اللي محطوط عليه صور اللاعبين والتكست وكل حاجه اتعامل ازاي بالميل ده. وبناء على الميل بتاع الشكل الابيض ده، توزيع صور اللاعبين في التصميم كلها هتبقى ماشيه على نفس الميل ده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل جايد تاني عشان نرسم الشكل ده بالبنتول. ممكن نرسمه اكتر من طريقه، انا هوريك طريقه واتنين وانت نفذ بالطريقه اللي تعجبك انت وتريحك انت. فانا هروح برضو من فيو جايدز نيو جايد لاي اوت. المره دي انا عايز اعمل جايد يكون اكبر او يكون المارجن بتاعه اكبر من ال70 بكسل اللي انا عملتها في الاول عشان اقدر ارسم عليها. فانا مثلا ممكن اختار مثلا اعمله على 140، يبقى من كل الاتجاهات 140. كده انا رسمت الجايدات وهتاكد ان هي معمول لها لوك عشان ما تتحركش معايا. بعد ما عملنا الجايدات بتاعتنا هنفتح نيو لاير وهجيب البنتول وهبتدي ارسم الشيب بتاعي. فانا هروح لاول نقطه على اليمين، فانا هرسم بدايه من الجايد اللي فوق، احط عليه اول نقطه عشان الميل يبقى مظبوط معايا. هاجي لللاين اللي تحت احط النقطه الثانيه هنا وهنزل تحت. النقطه الثالثه هتبقى معايا على الجايد اللي تحت، والنقطه الاخيره هتبقى على الجايد اللي فوق. وبعد كده هقفل الشيب بتاعي. من فوق هنا هختار شيب، بعد كده هختار اداه الشيب واخلي الفيل بتاعه باللون الابيض واقفل الستروك. وبالشكل ده اكون انا رسمت الشيب اللي هو يعتبر بناء على ميله همشي بنفس الميل ده في كل حاجه انا هعملها في التصميم ده. هخفي بس الجايدات ونشوف شكل الشيب بتاعنا بقى عامل ازاي. كده احنا رسمنا الشيب الابيض. ممكن طريقه تانية ترسم بيها الشيب الابيض ده، في طريقه تانية ممكن ترسم بيها الشيب الابيض عادي. هنخفي ده بس ونفتح نيو لاير ونجيب اداه الريكتانجل ونرسم شيب يكون ملامس الجايد اللي فوق خالص والجايد اللي تحت خالص. بعد ما رسمناه احنا عاوزين نعمل الميل بتاعنا يبقى ميل مش عشوائي، لا ميل مدروس. وبناء على الميل ده احنا هنكمل التصميم زي ما قلنا. بعد ما رسمت الشيب هاجي من هنا اختار اداه دايركت سيلكشن تول. فهاجي هنا احدد النقطه دي وهنزل بيها وانا ضاغط على الشيفت عشان اخليها على الجايد اللي تحت. دوس اس. بعد كده ظبط مكان النقطه بتاعتك في مكانها مظبوط. والعكس في النقطه دي محتاجين ان احنا نطلعها على الجايد اللي فوق. طبعا نظبط الاماكن بتاعت النقاط بتاعتنا من دايركت سيلكشن تول بكل سهوله، وتاكد ان كل النقاط الاربعه بتوعك في مكانهم مظبوطين اهو.
وبكده نكون رسمنا برضو الشيب الابيض ده بطريقه تانية، سواء الطريقه دي او الطريقه الاولى اللي احنا شرحناها، الاتنين صح مفيش اختلاف بينهم. فانا خلينا على الطريقه الاولى اللي احنا رسمنا بيها، كنترول اتش عشان اخفي وعشان اظهر الجيدات، كنترول زائد حرف الاتش من الكيبورد، بخفي واظهر الجيدات دي. بعد ما رسمنا الشيب ده، فانا اول حاجه اعملها عشان امشي على نفس الميل بتاع الشيب بتاعنا ده، فانا هجيب اداه اللاين تول وهعمل لاير جديد، وهبتدي من اول نقطه بتاعت الشيب وهشد لحد النقطه اللي تحت. تمام. هخلي هنا الاستروك بتاعه باللون الاحمر مثلا، اللون يبقى غريب عشان اقدر اشوفه، والاستروك طبعا 1 بكسل. فانا هسحب اللاين ده تحت، اللاين ده، وعلى اساسه ان انا هبتدي احط صور اللعيبه، اوزع صور اللعيبه تبقى واخده نفس الميل ده بالظبط. فانا ازاي هعمل صوره اللعيبه زي ما كانت معموله في التصميم بتاع مانشستر سيتي؟ الموضوع سهل وبسيط جدا. وبعد كده هنكتب كلمه ستارتنج والرمز ده ونكبرها، كنترول تي ونشد دي عشان نكبرها. هنغير بس اللون بتاع الرمز ده للدرجه الفاتحه، وكده هنلف دي نحطها في المكان المناسب بتاعها. ممكن نكبرها شويه، هنخليها برضو بميل شويه عشان تدينا برضو احساس ان في حركه شويه مثلا هنا. بعد كده فاضل معانا ان احنا نوزع صور اللعيبه في التصميم، وعشان نظبط الميل بتاع صور اللعيبه هنجيب اللاين اللي احنا رسمناه عشان تبقى صور اللاعبين معانا مظبوطين على نفس الميل بتاع الشيب الابيض. فانا هعمل اول حاجه صوره لاعب واحد، هظبط فيها كل حاجه، مكان الرقم ومكان الاسم ومكان التوقيع بتاعه اللي ورا صوره اللاعب، وهاخد منه كوبي. في السطر الواحد هيبقى فيه 3 صور لعيبه، وبعد كده هكمل الصفوف بتاعتي لحد ال 11 لاعب، وبعد كده الجزء بتاع اللعيبه الاحتياطي هيبقى كل ده على نفس الميل بتاع الشيب الابيض بتاعي. كده احنا هنعمل صورة لاعب واحد بس وهناخد منها كوبي، وبعد كده نغير صورة اللاعب والرقم واسمه عشان يبقى الموضوع معاك اسهل، ما ترجعش تعيد نفس كل حاجة من الاول تاني. لا، انت هتشيل الصورة، تحط الصورة وتغير الرقم وتغير الاسم. فانا هعمل كده وهشوف عشان وقت الفيديو ما يطولش ان انا ممكن اضيف ال 11 لاعب كلهم ونسرع الفيديو، او مثلا هاخد من صورة لاعب كوبي وهملى بيها التصميم وانت تبقى تغير صورة اللعيبة بعد كده والاسم ونكمل بقيه التصميم بتاعنا. المهم ان الفكره تكون واصلاك وان الشرح يبقى بسيط وانت فاهم كل حاجه والتصميم ده اتعمل ازاي. فانا هجيب اللاين بتاعي، وبعد كده هبتدي من ريكتانجل تول وهفتح لير جديد وهرسم الشيب الاول معايا. خلي الفيل بتاعه مثلا ماشي باللون الاحمر ونشيل الستروك. هبتدي اوزع اللعيبه بتاعتي بحيث ان هي تبقى المسافات متساويه بين اللعيبه في الصف الواحد وبين الصفوف. فانا مثلا الشيب بتاعي ده رسمته بايا كان المقاس بتاعه، هنرجع نظبط كل المقاسات دي وهاخد منه نسخه وهظبط المسافه بين الاثنين لعيبه بين الاشكال حاليا، وده صوره اللاعب الثالث معايا. فانا كده رسمت اول 3 صور لعيبه، فاشوف هل المقاس ده هيبقى مظبوط معايا ان انا اكمل ال 11 لاعب او محتاجين ان احنا نصغر منه شويه. انا هحدد ال3 ليرات دول، اضغط على واحد وشيفت واضغط على اللي فوق خالص، وانا ضاغط على الالت هسحب وهشوف المسافه بين الصفوف مظبوطه، شايفها مناسبه تمام مفيش اي مشاكل. وهنرجع نظبطها برضو وهاخد نسخه تاني، ودي النسخه الثالثه بنفس المسافه تقريبا 16 بكسل. زي ما انت شايف وملاحظ ان الاشكال اللي احنا رسمناها كبيره على الشيب او المكان اللي احنا هنوزع فيه صور اللعيبه. فكل اللي احنا هنعمل هنوقف على اول لير، ننزل على اخر لير واحنا ضاغطين على شيفت من الكيبورد وكليك شمال من الماوس. كده حددت كل الليرات دي وكنترول تي، وابتدي ان انا اصغر الاشكال اللي عندي شويه بحيث ان هي تبقى ماليه المكان اللي انا هوزع فيه العناصر بتاعتي بس مش اكتر.
بعد كده عايز اظبط درجه الميل بتاعت الاشكال دي كلها. فكل اللي هعمله ان انا همسح كل الاشكال اللي انا رسمتها، وهسيب بس اول 3 اشكال بس. انا هسيب دول وهمسح كل ده. هجيب اللاين اللي معايا بس هغير اللون بتاع الاشكال دي عشان اللاين لونه احمر، عشان بس نبقى ايه شايفين احنا بنعمل ايه. اهم حاجه ان انت تظبط شغلك، مسافاتك تبقى مظبوطه، كل حاجه في التصميم بتاعك يبقى المسافات بتاعتها مظبوطه عشان يبقى التصميم بتاعك متناسق وتوزيع العناصر بتاعه مظبوط في النهايه. فانا هحط اول لاين وهخليه ملامس للشيب ده، وهاخد منه وانا ضاغط على الت واسحب، هاخد منه نسخه تاني عشان اظبط الميل بتاع الاشكال دي. فانا همسح كمان الشيبين التانيين دول انا مش محتاجهم، انا هظبط على الشكل ده بس، وبعد كده هرجع اخد منه نسخ براحتي. وانا واقف على اللاير بتاع الشيب ده هجيب اداه الدايركت سيلكشن تول، احدد النقطه دي وانا ضاغط على شيفت من الكيبورد، هسحب النقطه دي لما تبقى ملامسه لللاين بتاعي. هدوس يس واحدد النقطه دي كمان وانا ضاغط على شيفت، هبتدي ارفعها برضو عشان تبقى ملامسه لللاين ده. كده انا رسمت اول شيب معايا والميلان بتاعه كده مظبوط. خلاص وانا واقف على اللاير بتاع الشيب هجيب صوره اول لاعب معايا مثلا حارس المرمى ايدرسون، هتلاقيني سايب لك كل الصور وكل الملحقات وكل حاجه انت هتحتاجها، كل حاجه استخدمناها في التصميم ده في قناه التليجرام. انا سايب لك اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو. قناه التليجرام هتلاقي عليها حاجات كتيره، والفتره الجايه هينزل عليها برضو شغل كتير وملحقات وصور وفونتات وبرشات، فما تنساش ان انت تروح هناك هتلاقي حاجات كتيره هتعجبك. فانا هجيب صوره ايدرسون كده معانا اول لاعب حارس المرمى ايدرسون، كنترول تي وهصغر صوره اللاعب. هتحط صوره اللاعب بالشكل اللي انت شايفه مناسب، دي حاجه ما فيهاش حاجه ثابته يعني، لا بالشكل اللي انت شايفه مناسب هتحط صوره اللاعب بتاعك. انا قلت لك على الاساسيات وازاي تظبط المنظور بتاعك وازاي تظبط الابعاد بتاعه التصميم بتاعك والعناصر بتاعتك في التصميم. في حاجات تانية بتبقى ابداعيه منك انت، فالحاجات دي زي ما انت شايف او زي ما عينك هتبقى شايف ان هو مريح بالنسبه لك هتشتغلوا عادي براحتك مفيش اي مشاكل. انا كده جبت صوره اللاعب، فانا محتاج ان انا هشيل الاجزاء اللي هي بره الشكل ده، بس هسيب الجزء اللي هو الشعر بتاع ديرسون موجود معانا ده احنا محتاجينه. بعد كده الشيب ده احنا هنخفيه خالص لان الشيب ده اصلا مش موجود في التصميم، لكن احنا عملناه كجايد لاين لينا في التصميم عشان تظبط وتبقى كل اللعيبه يعني مظبوطه في حيز معين والابعاد بينهم تبقى مظبوطه، كل حاجه في التصميم بتاعتك تبقى معمول حساب. فانا هعمل كده ازاي؟ وانا ضاغط واقف على اللاير بتاع الشيب، هضغط على كنترول من الكيبورد وهروح هنا هيظهر معاك الماوس بالشكل ده، هتضغط كليكايه واحده هترجع توقف على اللاير بتاع صوره اللاعب وهتضغط على الماسك تحت هتلاقي الاجزاء اللي بره الشيب كلها اتشالت. عاوز ترجع الجزء بتاع الشعر بتاع اديرسون موضوع سهل خالص، هتروح على البرش وهتجيب البرش الهارت وهتخلي اللون الابيض هنا هو اللي فوق وهترجع ترسم على الشعر بتاع اديرسون فهيرجع تاني كده. لو خفيت الشكل وخفينا اللاينات دي هتلاقي صورة اديرسون اتضافت واتقصت، ومن هنا تحت هتلاقي ان القص جاي بنفس الميل بتاع اللاين مقصوصة مع اللاين بنفس الميل بتاع الشيب الابيض. كده انت شغلك تمام وشغلك مظبوط. هنرجع بس الشيب تاني عشان نضيف الرقم بتاع اديرسون رقم 1. تكبر الرقم كنترول تي هتكبر بالشكل اللي انت شايفه مناسب ويبقى واضح للي هيشوف التصميم. طبعا لو خفينا اللاير ده هنرجع نخلي الفونت او الرقم بتاع اديرسون باللون درجة الغامق اللي احنا بنستخدمها في التصميم بتاعنا. كده فاضل الشيب اللي هنكتب عليه اسم اديرسون. هنظهر الشيب ده تاني، هناخد منه نسخة الت ونسحب فوق صورة اديرسون كنترول تي وانت ضاغط على شيفت هتضغط الشيب بالشكل ده. عاوز تصغر تاني هترجع تصغر
الشيب تاني، هتلاحظ هنا ان درجة الميل بتاع الشيب اختلفت، فممكن ترجع دي تظبطها تاني كنترول تي وتضغط على كنترول وتسحب الشيب بتاعك لفوق عشان يبقى على نفس الميل بتاع الشيب الاساسي اللي احنا عملناه. هنغير اللون بتاع الشيب ده خليه برضو الدرجة الغامقة اللي احنا بنستخدمها في التصميم بتاعنا. لو لاحظت احنا بنستخدم درجتين لون بس، درجة اللون السيان الفاتح والدرجة الغامقة، ما استخدمناش اي حاجة تانية. هنكتب اسم اديرسون كنترول ايه، هنغير اللون بتاعه للدرجة الفاتحة. غير الفونت، مثلا بحب استخدم فونت الفيتيكا بولت، وهنصغر الاسم شوية، خليه على الشيب اللي احنا لسه راسمينه كنترول تي، وانت ضغط برضو على الكنترول والشيفت، ومن النقطة دي هتقدر تسحب كده بحيث ان انت تخلي الاسم برضو واخد نفس الميل بتاع الشيب. كده انت حطيت صورة اول لاعب معاك في التصميم. وموضوع التوقيع زي ما بقول لك الموضوع بسيط جدا، ان انت هتكتب مثلا اسم اديرسون تاني. في فونتات بتبقى بتحاكي خط اليد اسمها سكريبت، في اي فونت سكريبت عندك ممكن تستخدمه. استخدم ده مثلا، مش عايزينه كله كابيتال. لو شايف الفونت ده برضو مش مناسب معاك ممكن تغير الفونت وتستخدم اي فونت يكون سكريبت يكون شكله واقعي شوية تقدر تستخدمه. هنقلل المسافات، يعني مثلا شوف -100 ممكن -200. تمام. هناخد التوقيع ده ورا اللاعب كده ونكبره. برضو عاوز تميل التوقيع ده مفيش اي مشاكل، عاوزه زي ما هو مظبوط مفيش اي مشاكل. احنا الاجزاء المهمه من التصميم احنا عملناها، ونظهر الشيب ده تاني عشان اي حاجه بره الشيب ده نخفيها من التوقيع. برضو نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، من كنترول نضغط هنا عشان نعمل سيلكت للشيب. بعد كده احنا واقفين على اللاير بتاع التوقيع، نضغط على الماسك فكل الاجزاء الزايده اتشالت، ونخفي اللاير بتاع الشيب بتاعنا تاني. فكده انت عملت صورة اول لاعب. ممكن تحدد كل اللايرات دي تحطها في جروب وتسميه ديرسون. كده كمل معاك اول جزء من التصميم واول لاعب معاك في التصميم. بعد كده ممكن تظهر اللاينات بتاعتك اللي انت ماشي عليها، وتاخد الجروب ده وانت ضغط على الالت تاخد منه كوبي وتحطه برضو في مكانه المظبوط على اللاين، وتاخد نسخة تاني برضو وتخليه في المكان المظبوط على اللاين اللي احنا رسمناه. وبكده تقدر تحدد الثلاثة وتاخد منهم كوبي واثنين، وتاخد الاثنين دول وتاخد منهم كوبي. بعد كده هيفضل معاك الجزء بتاع اللعيبة الاحتياطية، فهتجيب نفس الفونت اللي انت استخدمته في ستارتنج تكتب بيه باختصار CUBS كنترول ايه عشان نحدد، ونرجع للفونت اللي اسمه انتون. هنرجع المسافات 0 ونخلي كله كابيتال. كبرها شوية، غير اللون الدرجة غامقة. وهتضيف اسماء اللعيبه الاحتياطيه معاك هنا. اي حاجه هتشتغلها في التصميم هتستعين باللاين بتاعك اللي احنا عملناه في البدايه عشان نظبط بيه درجه الميل. فبتاخد نسخه من اللاين ده عشان تظبط عليها كل حاجه، حتى لما تكتب اسماء اللعيبه الاحتياطيه هنا هتبقى بنفس الميل. كده انت ضامن ان شغلك كله مظبوط نفس درجه الميل. المسافات بين اللعيبه الموضوع بسيط جدا، ممكن تظبط المسافات بين اللعيبه ازاي. هقول لك، هنرجع لاول جروب احنا عملناه
وهتظهر الشيب اللي احنا رسمناه تحت والجروب اللي جنبه، وهتظهر برضو الشيب التاني. هنرسم مثلا ده ريكتانجل تول وكليكايه، هنخلي مثلا المسافه بين الاثنين لعيبه مثلا 26 بكسل مثلا، خلي الارتفاع بتاعه برضه 26، خليه مربع. اوكي، هنغير اللون بتاعه، اختار اللون يبقى واضح معانا مثلا اللون الاحمر. هجيب الشيب ده اخليه ملامس لاول شيب، بعد كده هاخد الجروب الثاني كله وهسحب الشيب ده، هطلعه بره الجروب عشان انا حطيته بالغلط مع الجروب ده، فخليه بره. بعد كده وانا واقف على الجروب الثاني هسحب الجروب ده بحيث ان هو يلامس برضو الشيب اللي انا رسمته كده. المسافة اتأكد ان هو ملامس كده. المسافة بين الاتنين لعيبة دول مثلا 26 بكسل، فهتاخد كوبي برضو من الشيب ده تخليه ملامس للشيب اللي تحت، تفتح الجروب اللي بعده ونظهر الشيب اللي احنا ماشيين عليه، خليه برضو ملامس للشيب ده. فكده انت اتأكدت ان المسافة بين الثلاث لعيبة متساوية. المسافة بين الصفوف نفس الفكرة بالظبط، هتاخد برضو أداة الريكتانجل ونضغط هنا كليك في أي مكان. كده احنا محتاجين الهاي هو اللي هنظبط عليه الأبعاد لأن الصفوف فوق بعض، فهنخلي مثلا ده 16 بكسل، نضغط أوكي. هنجيب الشيب بتاعنا، كليك يمين على صورة إيدرسون دي عشان نعرف الجروب بتاعه فين، نختار إيدرسون ده ونظهر الشيب اللي تحت، ونرجع ناخد الشيب بتاعنا ده وهنخليه ملامس مثلا للطرف ده، هنظبط على المنطقة دي، فبالتالي هتبقى كل حاجة مظبوطة. اخد الجروب ده وهنزل بيه شوية كده ملامس الطرفين كده، انت متأكد ان المسافة هنا مظبوطة. فهتاخد الشيب ده برضو هتعمل نفس اللي عملناه بالظبط في الصورة التانية دي، هتظهر الشيب أداة الريكتانجل دي تخليها ملامسة. ناخد الجروب ده وهنحركه كده عشان يبقى المسافات بتاعته زي الصف اللي فوق بالظبط كده، المسافة بين الأعمدة متساوية. وهكذا عشان ما نطولش وقت الفيديو، دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها ان انت تظبط المسافات بين الصفوف وبين الأعمدة وتطلع كل حاجة مظبوطة معاك. كده في حاجات في اشكال انت بترسمها بتبقى هي الجايدات بتاعتك، يعني مثلا زي الشيب اللي احنا خافينه ده احنا استخدمناها، لكن هو هيفضل الجايد بتاعنا في التصميم ككل. تمام. فكرة التوقيع دي بالخط السكريبت، يعني ممكن تختار فونت احسن من كده شوية يعمل لك الموضوع ده عشان انا مش عجباني بصراحة. المهم فانت هتكتب، هتغير كده ارقام اللعيبة وهتغير الارقام بتاعتهم، هتغير اسماء اللعيبة في كل الجروبات اللي احنا خدناها كوبي دي. وكده انت عرفت الطريقة اللي اتعمل بيها التصميم ده وازاي يتعمل اساسا من البداية. كده فاضل معانا جزء بسيط ان احنا نضيف اللوجوهات. فالموضوع برضو بسيط جدا، ان انت هتجيب اداة الريكتانجل تول وهترسم شيب مربع مثلا بالشكل ده. نختار برضو اللون الغامق وهناخد منه نسخة تاني، نضغط على الالت وناخد منه نسخة ونخليهم متلامسين. انا مثلا الماتش ده هيبقى مانشستر سيتي وارسنال مثلا، فهنغير لون الشيب ده ونخليه درجة من اللون الاحمر بتاع ارسنال، وهناخد نسخة ثالثة من الشيب ده برضو تبقى متلامسة وهنخلي ده باللون الابيض. حتى كده هنضيف اللوجو بتاع مانشستر سيتي واللوجو بتاع ارسنال واللوجو بتاع الدوري الانجليزي. بعد كده تقدر تظبط اماكن اللوجوهات براحتك ان انت تحركهم الثلاث اشكال اللي معاك. احنا هنجيب اللوجوهات نحطها برضو في الجزء اللي فوق ده. هتقدر تضيف برضو اداة الريكتانجل تول وهترسم شيب هنا عشان تضيف عليه
اللوجو بتاع الراعي، نختار برضو الدرجة الغامقة اللي احنا شغالين بيها. برضو لو ملاحظ التصميم كله احنا ما استخدمناش اي درجة لون غير الدرجتين اللي احنا بنستخدمهم. وتقدر برضو ان انت تظبط الاماكن بتاعت اللعيبة وتحركهم براحتك لو حاسس ان هم فوق شوية او تحت شوية، لكن بنفس درجة الميل تلعبش فيها. كده هجيب اللوجوهات نضيفة، هنخفي اللاينات دي عشان شكلها بيجي مزعج جدا. نخفي كل دول هنحط عليهم اللوجوهات، نخفي اللاينات، نخفي الريكتانجلز اللي احنا عملناها عشان نظبط بيها المسافات. التصميم طبعا بيبقى يعني عكة بنت لذينه، فانت بتظبط كل حاجة قبل ما تسيف طبعا التصميم بتاعك. الفيديو هيبقى طويل، اكيد الفيديو هيبقى طويل، لكن الفيديو بيديلك او هتلاقي فيه الشغل بحذافيره. مش هنمنتج واللي هو انا جاي اعمل تصميم وانت تتفرج عليا بقى، لا انا جاي افهمك الشغل بيبقى ماشي ازاي اصلا، الشغل من بدايته بيتعمل ازاي لحد لما يتفنش في النهايه. فانا جاي افيدك، مش جاي يعني اشتغل تصميم وانت تتفرج عليا وخلاص. انا في شيب فوق اللي كنا هنحط عليه الراعي اهو، ده هرب مني. المفروض ان انت تنظم الشغل بتاعك اكتر من كده، لكن انا برضو عشان خاطر الشرح فانتوا اعذروني. انا هجيب اللوجوهات ونضيفها في التصميم ونشوف التصميم شكله بيجي ازاي. ده كده الشكل بعد ما ضفنا اللوجوهات. ضفنا اللوجو مانشستر سيتي والارسنال ولوجو الدوري الانجليزي واللوجو طبعا بتاع الراعي بتاع مانشستر سيتي. فكده بشكل عام يعتبر التصميم خلاص. يعني انت هتغير صورة اديرسون بصورة اللاعب اللي انت هتضيفها في التشكيل، وهتغير الاسم وهتغير الرقم، وكده يعتبر التصميم معاك او فكرة التصميم انت عرفتها خلاص. مفيش حاجة ناقصاك. ازاي اتعملت، ازاي اتوزعت العناصر، ازاي ظبطنا المسافات بين صور اللعيبة وبين الصفوف. انت كده الاساسيات انت عرفتها. الباقي بتاعك بقى ان انت تغير الصور، تشتغل ابدأ في التصميم براحتك. حابب ان انت تغير فيه حاجة مفيش اي مشاكل. وانت طبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه، عشان لسه في شروحات كتيره وفي تريكات كتيره هتتعمل ان شاء الله الفتره اللي جايه. فمش فاضل حاجه، بس انا هوريك تريكات ازاي ان انت تكتب برضو اسماء اللعيبه الاحتياطيه، وازاي ان انت تمشيهم برضو على نفس الميل بتاع التصميم ككل. فاحنا اول حاجه هنظهر اللاين بتاعنا. اللاينات دي هي اهم حاجه في الموضوع، لان هو اللاين ده هو الجايد بتاعك، هو المسطره بتاعتك اللي انت هتمشي بيها التصميم ككل. فهنجيب اداه التايب تول ونكتب اسماء اللعيبه اللي موجوده على دكه الاحتياطي، وهقول لك ازاي هنظبط الميل ده. هكتب اسماء اللعيبه وهرجع لك تاني. وكده بعد ما كتبنا اسماء اللعيبه اللي موجوده على دكه الاحتياطي، فاحنا حابين نديها نفس الميل برضو مع نفس اللاين اللي احنا ماشيين عليه من البدايه. فانا هحدد الايرين دول واضغط كنترول تي، وهسحب الانكر بوينت دي وهخليها في الركن هنا او على الخط بالظبط. لو مش ظاهر عندك هتبص فوق هنا، هتشيك المكان ده عشان تظهر معاك الانكر بوينت دي. هتضغط على الت من الكيبورد وهتسحب الانكر بوينت دي هنا على الخط بالظبط، وهتجي من النقطه دي هتلاقي السهم شكله اتغير معاك كده، فهتسحب لفوق عشان يبقى بنفس الميل مع الخط بتاعك. هتضغط انتر، الموضوع انتهى. كده انت ظبطت كل حاجه على نفس الميول او على نفس الميل اللي انت ماشي بيه من البدايه. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلاص خلص. مش مستني منك غير الدعم، مش مستني منك غير لايك للفيديو ده وتقول لي استفدت ولا لا. وما تنساش كل الملحقات دي هتلاقيها في اللينك في الوصف على قناه التليجرام، واستنوني في فيديوهات تانية.